ميمي، إسراء شو كنت تاخذوا؟ ميمي حكيني شو كنت تاخذوا؟ شو هذا اللي بدك تاخذيه؟ توت؟ نعم ماما. لك ليش طلعتي؟ يلا جيبي. ميمي ليش طلعتي للصوت؟ يلا جيبي. لا رح ندبن يلا. ميمي. هاد إلك وهذا سوسو وهذا سوسو وهذا إلي هذا لولو وين تبع لولو؟ خرجيني. هذا لولو الأصفر. إلي الآن كمان تويسيكا وأنا انتي شو سميتي؟ أنا سميته سلا. أنا سميته سلا. أنا سميته ميلاي. أنا سميته ميلاي سميته سلا. عم أحكن عليهم حرام شوي. يلا اتركوني يناموا هلا حرام تعبوا. نشربوا ماي. هلا نجيب لهم ماي. اوكي هدول سيسان مين؟ هدول سامي إسلاء. وهدول سيسان مين؟ هلا بنسوي الانجنارات. ميمي شو بدنا نسوي؟ طيب ميمي خانم شو بدنا نسوي؟ الدشكلاك. أرديشوكي. الدشوكي. أنا هون جبتهم مقشرين وخالصين وجاهزين. بس بدي أعمل لهم تنظيفة على السريع. حطيتهم بمي وحمض أو ليمون مشان يضلوا عنا هيك هذا اللون الأشقر. هلا هن مقشرين وجاهزين. بدي أقيم هي الشعيرات اللي بقلبهم يلي بالنص. يابا ماما. شكرا ماما. أنا بقيمهم بالمعلقة. أما زعلانة. انت نحن بنقيمهم بالمعلقة. أنا أحبه. انت بتحبي الأرتشوكي؟ تاكليه؟ أنا أحب النكا. أنا أحب هاي جايز. أنا أحبهم جايز. اوكي هلا بقيم هذا الخضار البقيان نظفه كتير منيح. أنا زاد ماما. انت تساعدي ماما. جايز. اهم شي الجايز. وهيك صار عنا نضيف قلبه. ضروري نخلي حبات الانجنار بالمي والحمض. ليش ميمي؟ قلي له. لاقي. لانه عم مرائك. لا ما بيصير. لاقي جايز. لا مو لانه عم مرائك. بدنا نحطهم بالمي والحمض لانه الارتيشوكي دغري شو بيسود. شو بيصير لونه؟ أسود. مشان يضلوا هيك شقر بدنا نخليهم. ميمي العزوبة كسرت اجري كانت وقعتي وانكسرت اجرك. انتبهي انتي. هلا بدي فور عليهم للارتيشوكي. بحط مي سخنة. ضيف فوقهم معلقة صغيرة ملح. كمان يا اما حمض الليمون يا اما ليمون. حطيت تقريبا نص ليمونة. هلا بعد ما يغلوا مع بعض بنزل فيهم حبات الارتيشوكي. بتركهم تقريبا من 7 دقائق ل10 دقائق. بعد ما غلت المي عنا بنزل حبات الارتيشوكي. كوني بطرقكم بالتعليقات حتى كلياتنا نتعلم من بعض ونستفيد. هلا انا هي طريقتي. اذا في طرق تانية مثل طريقة المي بالكبس كمان اكتبوا لنا بالتعليقات. هلا بعد ما غلوا تقريبا لمدة 5 دقائق بشيلهم من النار وبتركهم ليبردوا. وبعدين بعبيهم بأكياس وبحطهم بالفريزر. بنكبهم بعد ما يغلوا بنكبهم. طب ليش بدنا طبخناهم نحن ميمي اذا بدنا نكبهم؟
نحط الوجبة الثانية نفور عليها. شطورة، برافو. ميمي لك شو لقيت؟ هذا الصغير لمين؟ هذا لميمي. شوفي شو كيوت. هاي الانجنارات او الارضي شوكي بعد ما بردوا صاروا جاهزين عنا. هلا بعبيهم بالاكياس. صاروا جاهزين عنا. وهلا رح اعمل حشوة المكدوس. اول شي عندي الفليفلة، رح اضيف فوقها الجوز، كمان تضيف الثوم المهروس. بحركهم كلهم. بنحركهم شو ميمي؟ كثير منيح، كثير منيح منيح. ريحته بشع، بالعكس ريحته كتير حلوة. مكدوس هاد، انتي ما بتحبي المكدوسة؟ بحبها. هاد ريحته بشع. هاد ريحته بشع. هلا انا المكدوس عندي، وقت سلقت المكدوس وقت المكدوس لا بشع. لمين قالوا لا بشع. عيب. انا وقت سلقت المكدوس حطيت قسم بدون حشي، ووقت بدي طالعن. هيك حشوة المكدوس صارت عندي جاهزة. هلا ببلش احشيهم. هاي المكدوسات بعد ما طلعتهم من الفريزر ورجعت كبستهم شوي مشان تصفي المي منهم وما يحمضوا عنا بعد ما احشيهم. وهلا ببلش احشيهم للباذنجانات بالحشوة. هلا انا الحشوة ما حطيت لها ملح ابدا، لانه الدبس الفليفلة او معجون الفليفلة اللي عم تستخدمه فيه ملح، هو جاهز بيكون فيه نسبة ملح. وانا الباذنجان وقت عاملتهم كمان حاطه فيهم ملح كتير منيح مشان ما يطروا عنا ويضلوا ماسكين. بقى ما ضفت ملح مشان ما يطلع عندي المكدوس تبعي مالح. نحن لازم ننتبه لهي النقطة وندوق الباذنجاناية اذا ملحة منيح ما منضيف او منحط شي قليل كتير. رح اعبيهم بالقطرميس بعد ما حشيتهم. هلا بحط لهم زيت نباتي. هلا فينا نحط زيت زيتون بس انا بفضل النباتي مشان يضل لون المكدوس عنا اشقر. اما اذا حطينا زيت الزيتون بخلي المكدوس يغمق، بيتغير لونه، بصير عاطي على سواد. هاي المكدوسات بعد ما صاروا تركتهم 3 أيام بالزيت، هلا صاروا جاهزين للأكل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك.